ان شاء الله باذن الله تعالى الفيديو ده هنتكلم فيه عن ورق الموتوسيكلات، ازاي تشتري الموتوسيكل من الاول للاخر، وهنعرفك كل الاوراق اللي بتخص الموتوسيكل وازاي تشتري الموتوسيكل من البدايه للنهايه، وايه الورق اللي بتاخده من التاجر وايه الورق اللي بتاخده من الزبون. ان شاء الله باذن الله الفيديو ده هتعرف فيه كل التفاصيل، وهنعرفك ازاي تشتري اي موتوسيكل والورق بتاعه من الصفر لحد ما تاخد الموتوسيكل وتروحه عندك البيت. ان شاء الله باذن الله معاكم ابو حمزه من قناه معرض الاصدقاء للموتوسيكلات على قناتنا على اليوتيوب. ولو انت اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد وتشوف المزيد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها والحاجات اللي احنا بنقدمها لحضرتك، فتقدر ان شاء الله باذن الله تعالى تستفاد بيها. وهنتكلم النهارده على ان انت لو بتشتري مكنه رخصه، هنبدا الاول بالمكنه. لو انت بتشتري مكنه رخصه منتهيه ولا رخصه ساريه، انت فاهمني؟ فلو بتشتري مكنه رخصه منتهيه اللي بتاخده من صاحبها، ولو بتشتري مكنه رخصه ساريه اللي بتاخده من صاحبها برضه، انت فاهمني؟ ان شاء الله باذن الله لو هتشتري مكنه رخصه منتهيه من واحد وهو دلوقتي بيقول لك مثلا المكنه دي منتهيه بقى لها سنه، هنفترض ان هي بقى لها سنه، ايه المطلوب منه علشان انت تبقى في الامان وتبقى واخد كل احتياطاتك؟ اللي هيبقى مطلوب من صاحب الموتوسيكل عشان تبقى انت في الامان وتبقى انت واخد كل احتياطاتك، هتتفق معاه وانت بتشتري الموتوسيكل ان هو الموتوسيكل كده احنا بنتكلم على ان الموتوسيكل منتهي، الرخصه منتهيه. هتطلب منه ان هو هيجيب لك شهاده بيانات. طبعا انت بتتفقوا من الاول ان صاحب الموتوسيكل الرخصه المنتهيه هو يشيل القديم وانت هتشيل الجديد عشان نبقى بس متفقين. ده الصح يعني اللي بيتعمل. ليه هو بيشيل القديم؟ علشان لما هو يشيل القديم هيروح يدفع، هيجيب لك شهاده بيانات، ولما يجيب لك شهاده بيانات هيدفع كل القديم اللي على المكنه، تبقى دي حاجه وراحت من عليك انت. طب ليه هو اصلا هيجيب شهاده بيانات؟ علشان خاطر لما الرخصه بتاع الموتوسيكل بتنتهي هو مش هيعرف يعمل لك توكيل او عقد مسجل او يعرف يعمل لك اي ورق في الشهر العقاري غير لما يجيب شهاده بيانات الاول، كمبيوتر موجه للشهر العقاري اللي تابع ليك زي دي. يعني ايه برضه؟ انا مش فاهم. يعني انت دلوقتي رايح تشتري موتوسيكل رخصه منتهيه، هتتفق معاه يا عم الحاج انا هشتري منك الموتوسيكل رخصه منتهيه، انا مطلوب منك النهارده ان انت تعمل لي شهاده بيانات وتعمل لي عقد مسجل، ويستحسن ما تعملش توكيل، يستحسن تعمل عقد مسجل. انت فاهمني؟ يعني ما تعملش توكيل، تعمل عقد مسجل عشان تشتري دماغك، تروح تنقل على طول، ما تروحش بقى يعمل لك شهاده بيانات ويرجع يعمل لك عقد ويرجع بعد كده تروح تعمل لنفسك شهاده بيانات عشان تعمل عقد تاني. فانت يستحسن، احنا بس عشان وقت الفيديو هيعمل لك شهاده بيانات كمبيوتر زي دي. يا رب تكون واضحه، دي شهاده البيانات الكمبيوتر اللي بتتعمل. لو عمل لك شهاده البيانات دي منه هو يبقى دفع كل القديم اللي على الموتوسيكل وكده خلص كل القديم اللي عليها في المرور. انت بقى هيخش على الشهر العقاري هيجيب شهاده بيانات موجهه للشهر العقاري. الفيديو ده هيطول شويه بس انت هتستفاد منه وهتعرف كل تفاصيل الورق اللي هتشتري، كل تفاصيل الورق بتاع الموتوسيكل المنتهي او الرخصه الساريه. احنا كده فهمنا. هيجيب لك شهاده بيانات زي دي وهيخش على الشهر العقاري ان شاء الله باذن الله، هيعمل لك بشهاده البيانات دي عقد مسجل. هتاخد العقد المسجل ده وهتتوكل على الله وهتطلع على المرور وهتروح جاي نقل المكنه باسمك وهتبقى كده الموضوع منتهي. كده خلصنا موضوع الموتوسيكل الرخصه المنتهيه. هنخش على ايه؟ هنخش على الموتوسيكل الرخصه ساريه. لو الموتوسيكل رخصه ساريه اول هم وانت بتشتريها عايز، لو انت واحد ما تعرفوش خالص بتعمل عقد ابتدائي وبتدي له بتدفع مبلغ وبتكتب المبلغ في العقد الابتدائي اللي انت بتعمله، وبيصبح ثاني يوم او ثالث يوم على حسب ما بتتفقوا مع بعض هو هيعمل لك التوكيل امتى، وبتتقابلوا في الشهر العقاري بيعمل لك توكيل بيع شاري حر تصرف كل حاجه. عايزه يعمل لك عقد مسجل، بس عقد المسجل ده طبعا بيكلف شويه وبيبقى على حسب الاتفاق. يعني مثلا انت دلوقتي هتعمل عقد مسجل، خليني انا عايز ابيع بتوكيل، التوكيل بيصرف حوالي 150 جنيه او 100 جنيه، فانا مش هشرط عليك. يبقى في الازمه دي وفي الوقت ده العقد المسجل على حساب الطرف اللي محتاج العقد المسجل، مش على حساب البايع، لا على حساب اللي محتاج. يعني انا محتاج ابيع المكنه دي بعقد مسجل عشان ما تمشيش على اسمي تاني، يبقى انا العقد المسجل على حسابي. انت اللي محتاج العقد المسجل ده عشان خاطر مش عايز توكيل مني، يبقى العقد المسجل على حسابك. ودي الحاجات دي برضو احنا بنذكرها عشان يبقى كله فاهم. يبقى لو الرخصه ساريه ما بيعملش اي حاجه، ما بيروحش مرور، ما بيعملش اي حاجه، بيطلع على الشهر العقاري وبياخدك معاه وبيروح يعمل لك توكيل في الشهر العقاري او بيعمل لك على عقد على حسب الاتفاق. يبقى كده احنا اتكلمنا على المكنه الرخصه المنتهيه واتكلمنا على المكنه اللي هي الرخصه الساريه. يبقى كده ده الاثنين دول الموضوع بتاعهم خلص. انا دلوقتي رايح اشتري مكنه جديده من المعرض،
تمام. انا دلوقتي ايه المطلوب من المعرض؟ لو انا مثلا الراجل ده ما اعرفوش خالص، بيعمل لي فاتوره ان انا اشتريت منه مكنه جديده برقم شاسيه وموتور وكل حاجه وكل البيانات بتاع الموتوسيكل، وباخد بطاقتي وباخد كل حاجه، وبيديني الفاتوره اللي بيعملها لي، وبستني عليه اسبوع ل 8 ايام ل 10 ايام على حسب الفاتوره اللي بتيجي. الفاتوره بتبقى زي دي كده، بيديك الفاتوره. في ناس بتكلمني كتير ان بعد الفاتوره ما بتيجي ان الراجل بيبقى عايز ياخد 200 جنيه الفاتوره، واللي بيبقى عايز ياخد 500 جنيه الفاتوره. انت لو شاري مني موتوسيكل جديد صندوق ما تحطش فيه بنزين صحاره، انا ماليش ان انا اطلب منك 200 جنيه، لان انا ما بدفعش حاجه للجواب. انا جايب من التاجر اللي انا شاري منه، معلش يعني انا ما بدفعش حاجه للفاتوره، فانا باخد الفاتوره على طول وبديها لك. يعني ماليش ان انا اخد منك 200 جنيه. فطبعا ممكن تلاقي فاتوره زي كده، ممكن تلاقي فواتير ثاني مختلفه، في فواتير كتيره قوي. ممكن تلاقي فاتوره زي كده، فبتلاقي كذا فاتوره. ويعني ممكن تلاقي فاتوره ابو حوا اللي هي بتبقى بالشكل اللي كله متعرف عليه ده، ممكن تلاقي فاتوره رايه شركه رايه، ممكن تلاقي فاتوره كذا فاتوره. كل معرض ممكن يعمل له فاتوره دلوقتي، فطبعا دي بترجع لحسب المعرض. وخلينا متفقين، لو بتشتري موتوسيكل جديد صاحب المعرض ملوش انه ياخد منك فلوس للفاتوره. يبقى انت فاهم النقطه دي، والنقطه دي من هي ان صاحب المعرض ملوش ياخد منك اي فلوس للفاتوره. يبقى انا بشتري الموتوسيكل باخده جديد، بروح اقفل بربط بشحم، وباجي بستناه الاسبوع ل 10 ايام، باخد منه كل ورق الموتوسيكل، وماليش ان انا ادفع له 200 جنيه، وماليش ان انا اديله اي حاجه خالص، لان انا ببقى دافع حساب المكنه. في حد بيقول لي طب انا لو بشتري موتوسيكل جديد ابقي فلوس ولا ما بقيش؟ والله دي بترجع لصاحب المعرض اللي انت بتشتري منه. يعني انا في ناس بتجيني معارف ليا، بيجي يقول لي مثلا وليكن المكنه اتش جي 37000، وببص الاقيه جايب لي 35 وبيباقي 2000. هو بالنسبه لي انا عشان انا ببقى عارفه فمش بتفرق معايا. في ناس كتير ممكن يبقي على المكن اللي هو المرخص او الرخصه المنتهيه دي، بقى اكيد لازم تبقي. لو بتشتري مكنه رخصه منتهيه لازم تبقي. يعني لو مثلا وليكن انت بتشتريها ب 20000، معلش تدفع 15 وبقى الخمسه لما يخلص لك الورق، اللي هو الورق ايه؟ اللي هو يجيب لك شهاده البيانات ويسلمك العقد المسجل. بشتري مثلا مكنه رخصه ساريه، المكنه مثلا وليكن ب 30000، بديله 25 وباقي 5 لما يعمل لي التوكيل ان شاء الله باذن الله. احنا بنتكلم في حاله ان انت ما تعرفش اللي انت بتشتري منه، فانت خليك في الاحتياط. او لو مش عايز تبقي وهو مش عايز يبقي، بتروح معاه على طول الشهر العقاري وبيعمل لك التوكيل، علشان برضه تبقى انت في الصوره وتبقى انت عارف الدنيا ماشيه ازاي. ويبقى احنا كده لخصنا لك كل ورق الموتوسيكل من رخصه منتهيه، ان كنت تشتري بشهاده بيانات وبعقد مسجل، ان كنت تشتري برخصه ساري ويعمل لك توكيل على طول، ان كنت تشتري من المعرض مكن زيرو. النقطه الوحيده اللي لسه ما اتكلمناش فيها، لو بشتري مكنه مستعمله من واحد في الشارع، ايه اللي باخده مع الجواب؟ اللي باخده مع الجواب بيبقى فيه اسم المالك، باخد منه صوره البطاقه بتاع المشتري القديم، وبروح لاي معرض تاني وبيغير لي الفاتوره عادي. ولو بتشتري من معرض انت عارفه بيغير لك الفاتوره عادي، مفيش مشكله، وبتبقى له برضه فلوس جزء بسيط على الفاتوره، وبيغير لك الفاتوره وبيجيبها لك باسمك عادي. وطبعا حساب الفواتير دي معروف. ولو انت حابب اي استفسار بخصوص الورق عامه، يعني انا برضه تحت امرك، وبسيب لك رقم الاستفسار والتواصل. وعامه الفيديو ده انت ان شاء الله باذن الله لو اتفرجت عليه من البدايه للنهايه هتطلع عارف ورق الموتوسيكل من الاول للاخر. وان شاء الله باذن الله. كان معاكم ابو حمزه من قناه معرض الاصدقاء. وزي ما احنا قلنا، لو ما اشتركتش في القناه وبتشوف الفيديو لحد دلوقتي اشترك في القناه. ويا رب اكون فدتكم، ويا رب تكون عرفتوا كل حاجه، ويا رب تكون مش محتاج حاجه تاني، وكون المعلومات اللي بتدور بخصوص الورق دي كلها تكون وصلت عندك. ويا رب نكون فدناكم بالفيديو بتاعنا. ولو محتاج اي موتوسيكل، محتاج تسال عن اي اسعار اي موتوسيكل، ان شاء الله باذن الله تعالى نقدر نفيد حضرتك، ونقدر نوفر لك الحاجه اللي انت محتاجها. ولو عايز تعمل لاي فيديو لاي موتوسيكل فيديو مقارنه وهو بيبقى متاح عندنا، احنا مش هنتاخر منك، هنعمل لك اي فيديو حضرتك محتاجه ان شاء الله باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معاكم ابو حمزه من قناه معرض الاصدقاء للموتوسيكلات.